يا صباح الفل على احلى متابعين، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله من مطبخ ماما عبير جايبالكم طريقه عمل برجر المطاعم. طريقه سهله جدا وبسيطه زي ما انتوا شايفين كده. طعامه وحلاوه مفيش بعد كده. السندوتشات يعني بتتكلم من طعمتها وحلاوتها. باذن الله الناس عاشقه البرجر هيلاقوا في الفيديو ده كل تفاصيل البرجر. بإذن الله الفيديو يعجبكم. متنسوش بقى تحطولي اللايك وتعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد. يلا ندخل نسمي الله. انا هنا معايا نص كيلو لحمة ومعايا معلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح ومعايا بهارات برجر هتلاقوها في فتح الله في اي سوبر ماركت كبير. وهقلب الدنيا دي كلها مع بعض. انا هنا لا هضيف بصل ولا هضيف توم. في ناس بتحب تحط توم وبصل وحاجات من دي. انا مش باكل، يعني انا مش عايزه اكل كفته، يعني ما انا عشان اضيف بصل او اضيف توم فانا كده بعمل كفته. انا مش عايزه اعمل كفته، انا بعمل برجر. عايزه احس بطعم اللحمه كده وانا باكل الساندوتش كده، يعني ايه، استمتع بيه. فطبعا مش هضيف اي حاجة. ملح، معلقة فلفل اسمر، معلقة كبيرة بهارات برجر، وزي ما قلت لكم هتلاقوها في اي سوبر ماركت كبير. شايفين لازم اللحمة يكون فيها نسبة دهون على الأقل 25%. يعني اللحمة تكون 75 والدهون يكون 25%. زي ما انتوا شايفين كده. أنا بقى معايا هنا المكنة بتاعة البرجر. في منها كبير وفي منها صغير. جميلة قوي، عجبتني، هي ب50 جنيه، جميلة مش غالية. أنا كان عندي اللي هي الاستانلس بس في الحقيقة مش عارفة راحت فين. فعجبتني دي فجبتها. طبعا فيها أحجام يعني. هجيب بقى ورق تلاجة عادي كده، بقصه بالسكينة وبعمل وبجيب بقى بكور اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. وبسويها كويس قوي بحيث تطلع لي يعني القرص مدور وحلو. لو انت ما عندكيش المكنة ديت ممكن غطا برطمان، اي غطا برطمان عندك يكون يعني حجمه حلو. ممكن تستخدميه، مفيش اي مشكلة، احنا مش هنقف على اي حاجة. بصوا زي ما انتوا شايفين شكلها جميل وطلعت مدورة وجميلة قوي. طبعا انا الكمية ديت كمية صغيرة مش كبيرة. انا طبعا هخلصها كلها. وابدأ بقى ان انا اجهز ال- الخضار اللي هحطه، طبعا الخس والطماطم والخيار اللي هضيفه في الساندوتشات. وببدأ أجهز العيش الكايزر. طبعا العيش الكايزر أنا عملته لكم في القناة. هسيبه لكم في صندوق الوصف برضو علشان الناس اللي حابة تعمله. زي ما انتوا شايفين كده أنا بجيب رغيف العيش يعني بقسمه نصين بالمنظر ده. ومعايا هنا موتزاريلا. طبعا انا ما عنديش جبنه شيدر، فانا يعني هكتفي بالجبنه الموتزاريلا. جبت حله صغيره حطيت عليها ميه عشان اسيح الموتزاريلا على البخار. وهضيف عليها معلقتين كبار مستردة، علشان بقى تديني احساس الجبنه الشيدر. احنا عارفين ان الجبنه الشيدر غاليه، فتمشي مكانها الموتزاريلا مفيش اي مشكلة، وهتدي طعم لذيذ وجميل. والدنيا هتبقى كويسة. هجيب بقى الشواية بتاعتي وابدأ احط قطعة زبدة وشوية زيت وارص طبعا الأقراص بتاعة اللحمة. واجيب عارفين الهراسة بتاعة البطاطس، بجيبها وبنزل بضغط عليها كده علشان اللحمة لما بتنزل على الجريل بتكش. فأنا مش عايزاها تكش. طبعا في ناس بتحط يعني بقسماط وبتحط حاجات تانية إضافات تانية على اللحمة، بس أنا بحب اللحمة تبقى كده يعني
عايزة أستطعم بطعم اللحمة، مش عايزة أضيف عليها أي حاجة خالص. الجبنة أهو زي ما أنتم شايفين، بُصّوا جميلة جدًا وبتمُط وزي الفل، وبرضه هتدّيني الطعم اللذيذ اللي إحنا بناكله في المطاعم. خلاص هي كده خلصت، هاجيب بقى رغيف العيش بعد ما قصّيته، باجيب طبعًا باحمّصه في الجريل يعني لمدة 3 دقايق كده أهوّة، يشرب بس من الصوص الجميل بتاع البرجر. وباجيب بقى الخضار، الطماطم، الخس، بصل، عندِك بصل أخضر ماشي، عندِك بصل الأحمر بتاعنا اللي إحنا بنطبخ بيه ده ما فيش أي مشكلة. كمان لازم يكون في الخيار المخلل الجميل، بيدّي برضه طعم لساندوتش البرجر فظيع. باجيب طبعًا الساندوتشات وبابدأ طبعًا بارُص الطبقات. أول حاجة حطيت خس، لو أنتم عايزين تحطوا أول حاجة كاتشب ما فيش أي مشكلة، بس في ناس مش بتحب الكاتشب، يعني في ناس أنا عندي في البيت برضه في ناس بتحب الكاتشب وفي ناس ما بتحبش، فالأفضل أنا حطيت الخضار الأول الخس والطماطم، وبعدين باجيب قرص البرجر باحطه بالمنظر ده. يعني براحتكم خالص، يعني الساندوتشات ديّة أذواق، يعني الواحد بيعملها وهو يعني إيه، يعني مبسوط، فبابدعه بقى. أنا هنا معايا بصل أخضر قطّعته برضه بالطريقة ديّة وبارُصّه. وجِبت الخيار كمان، أنا مخلّلة خيار، مخلّلة الخيار عندي وقطّعته بالمنظر ده وباضيفه برضه. الخيار برضه بيدّي طعم جميل أوي للساندوتشات. وباجيب بقى الكاتشب بانزل بيه كده. عايزة تضيفي أي صوصات ضيفيها ما فيش أي مشكلة، مايونيز أي حاجة. هاجيب طبعًا برضه خَس تاني، باجيب طبعًا بُصّوا أنا جِبت بقى سرنجة. السرنجة ديّة في ناس معظم الشيفات الأجانب بيشتغلوا بالحُقَن ديّة، فطبعًا أنا عشان أعمل الطريقة ديّة صعبة عليّا، يعني حتى إحنا ما بنحبش كده، يعني إحنا كمصريين بنحب اللُغْو، يعني لمّا نيجي نحط الجبنة بنبقوا عايزين جبنة كتير أوي. فطبعًا علشان يعني أشتغل بالإبرة لأ، لأ، فأنا رميتها وجِبت بقى المعلقة بدأت بقى يعني ألحوس الساندوتش كده أهوّة وأملاه كده عشان يملى العين وأقعد بقى آكل وأتمتّع. أنتم عارفين الأكل دوّة يعني شيء ممتع، فلازم الواحد لمّا بيعمل ساندوتش زي ده لازم يبقى عامله وهو كده إيه، يعني متكيّف، يعني يعني باقول لكم حاجة استمتاع، فمش هاعمل أي حاجة، لازم أعمل حاجة كده تكون داخلة دماغي. وزي ما أنتم شايفين كده دي كانت نهاية الساندوتشات بتاعتنا، طالعة شكلها تحفة وجميلة وحاجة كده تفتح النِفس، وبرضه ما أخدتش الوقت الكتير، لأ يعني نُص ساعة كده، جِبت بقى الساندوتشات وقعدت آكل بقى وأستمتع، حاجة كده جميلة أوي، يعني الواحد حاسس إن هو يعني في المطعم، جميل جدًا، جدًا، طعمه لذيذ جدًا. ما تنسوش بقى تحطّوا اللايك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا share. سلام عليكم.